عارف انك بنسبه كبيره قوي اتنصب عليك وانت بتشتري كاوتش عربيتك قبل كده؟ تعالى بقى اعرفك اتنصب عليك ازاي يا قائد، يا اللي كاسفنا مع الصناعيه انت. اول حاجه لازم تبص عليها وانت بتشتري الكاوتش الرقم ده ايه ده يا قائد؟ ده كود المحافظه ولا ايه؟ اهو زرك ده اللي هيخليك تلبس ثمن الكاوتش اللي هتجيبه. الاربع ارقام دول يا قائد هم تاريخ انتاج الكاوتش. الرقمين اللي على اليمين دول بيرمزوا لسنه الصنع، يعني مثلا لو مكتوب على اليمين 22 يبقى التصنيع كان سنه 2022. سبحانه. طيب الرقمين اللي على الشمال بقى دول بقى بيكونوا الاسبوع الكام في سنه الصنع. يعني في حالتنا هنا الكاوتش ده اتصنع سنه 2023 الاسبوع ال 25، يعني الشهر السادس في سنه 2023. طب ليه بقى بقول لك ان اتنصب عليك؟ لان الاسطى شبانه اللي انت اشتريت منه كاوتش متغلف وبيلمع وانك مبسوط انه جديد، سنه الصنع بتاعته عدى عليها سنتين ثلاثه بس انت ما عرفتش تقرا التاريخ يا مسكين. فانت حرفيا بترمي فلوسك في الارض، لان صلاحيه الكاوتش بتنتهي بعد 5 سنين من تاريخ الصنع او 40,000 كيلو استخدام ايهما اقرب. يعني انت لما كنت جايبه وفاكر ان هو جديد كان عدى من تاريخ صلاحيته 3 سنين، يعني فاضل لك سنتين يا مسكين تركب فيهم الكاوتش. لو ما مشيتش 40,000 كيلو برضه محتاج تغيره، زي الاستيك ده كده بالظبط. لو سبته في الدرج لفتره طويله وجيت تستخدمه بعد كده هتلاقيه بيتقطع بسهوله. وعشان كده اوعى تنسى الحاجتين دول، انك تبص على تاريخ الانتاج كويس وانت بتشتري كاوتش بالطريقه اللي علمتها لك. والحاجه الثانيه ان انا محمد ابراهيم مدير اكاديميه الاوائل لتعليم قياده السيارات، وبنتمنى لكم السلامه في طريقكم. سلام يا قائد.